السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا لولي ومعاكم من قناة لولي تشانل، والنهاردة هنعمل مع بعض كيكة البرتقال بالصوص بتاعها في الخلاط بطريقة سهلة جدا جدا جدا. اول حاجة احط البيض، معايا بيضتين بس، وبعدين هحط عليها كيس الفانيليا، وبعدين هضربهم في الخلاط كويس جدا. وهنا بعد ما ضربتهم في الخلاط كويس هحط عليها كوباية سكر، وهحط عليها كمان كوباية عصير برتقان. طبعا ده برتقان فريش، يعني انا اللي عصراه. اول حاجة جبت البرتقان وقشرته وبعدين عصرته في الخلاط وبعدين صفيته، ما عصرتوش في عصارة او حاجة. وطبعا عصرته من غير سكر خالص لان الكيكة هنحط فيها سكر. وبعدين دلوقتي ضربتهم مع بعض كويس جدا لحد ما الخليط تقل معايا وامتزج في بعضه، يعني بضربه حوالي من دقيقتين ل3 دقايق. وبعدين دلوقتي هحط بقى الزيت، وهكمل برضو ضرب في الخلاط، بس يعني حوالي دقيقة مثلا، مش هزود بقى في المرحلة دي الخليط. هحط بقى اهم حاجة معلقة خل، لان الخل في الكيكة بيديها هشاشة وبيبقى زي المحسن، بيبقى حلو قوي. وهحط بقى كيس البيكنج باودر في الخلاط برضو. انا هنا بقى بوريكم الخليط تقل ازاي. طبعا ده لما احنا ضربنا السكر كويس جدا مع البيض مع الزيت، فالخليط هيبتدي يتقل معاكم ولونه فاتح زي ما انتوا شايفين كده. احط بقى عليه كوباية دقيق وبعدين اضربه كويس، ولما الدقيق يتوه تماما في الخليط بتاع الكيكة هبتدي احط كوباية الدقيق التانية. وكده حطيت كوبايتين الدقيق، وبعدين بفضل اضرب في الخلاط مثلا دقيقتين لحد ما كل الدقيق يتوه معايا تماما. بعدين بجيب صينية دهناها مثلا سمنة او زيت، بس انا مش بحب احط دقيق. وبعدين هنزل عليها بالخليط، وبكون مجهزة الفرن قبلها مثلا ب10 دقايق، بكون مسخناه على درجة حرارة 180. وبعدين بفضل اخبط الصينية على الرخامة كده كذا مرة علشان تبتدي تطلع الفقاعات بتاعتها، وكمان الكيكة من فوق تطلع مستوية، ما يطلعش حتة عالية عن حتة تانية. دلوقتي بقى حطيتها في الفرن، وهبتدي اعمل معاكم صوص البرتقال اللي هنحطه عليها من فوق لما تطلع. حطيت كوباية عصير برتقال، بس الافضل ان انتوا تحطوا كوباية ونص لان الكمية الصوص معايا طلعت قليلة. وهحط عليها السكر، وبعدين هحط عليها النشا، كله كده على البارد، وهقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما يعني النشا ما تبانش خالص في العصير. بعدين هرفعهم بقى على النار. وبعد ما برفعه على النار بفضل اقلب فيه باستمرار علشان ما يكلكعش معايا خالص. انا حطيت هنا سكر قليل، طبعا انتوا لو حابين تحطوا سكر اكتر من كده مفيش مشكلة، بس انا بحب الحاجة يكون سكرها مظبوط. وكده خلاص ابتدت تتقل معايا، فانا بطفي عليها علشان ما يتقلش بالزيادة وهيبقى عامل معايا زي قوام المهلبية. لا، انا عاوزاه اخف من كده، يبقى زي صوص الشوكولاتة.
ففي المرحلة دي هطفي عليه وبعدين هكمل تقليب، هيبقى حلو جدا. وطبعا لو حسيتوا ان في تكتلات او اي حاجة ممكن تضربوه في الخلاط عادي. ودي الكيكة معايا كانت في الفرن اهو، ابتدت خلاص تعلى وتستوي، وخرجتها وزي ما انتوا شايفين وده شكلها عالية جدا وهشة وطرية وحلوة قوي. هنزل بقى عليها بالصوص اللي انا عملته وبس كده، سهلة وسريعة وما فيهاش اي حاجة ومش مكلفة خالص. وده شكلها طبعا من جوه هشة ومرفوعة ومش نية وما فيهاش اي حاجة. كمان طرية جدا والصوص ده كمان بيطريها اكتر. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة. وبكده اكون خلصت.